السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مخبوزات البنجر، حاجة كده للفطار، بطريقة ان شاء الله سهلة وبسيطة. تعمليها كده وتحطيها في علبة عندك في الفريزر وتطلعي منها كل يوم الصبح على قد احتياجك، 10 دقايق بالظبط بتكون فكت من التلج بتاعها. وتعملي بقى جنبها القهوة بتاعتك او كوباية الشاي بلبن ليكي او لاطفالك. يعني انتي بتاخدي سندوتش فيه كل حاجة، فيه الجبنة فيه البيض فيه الخضار فيه كل حاجة، وكمان بيبقى طعمه حلو قوي قوي، وان شاء الله مش هتبطلي تعمليه. في البداية عندي بنجراية مسلوقة هنحطها في الكبة. حطينا البنجراية في الكبة، هنحط عليها بيضة عشان يبقى دخلنا لولادنا كل حاجة في الساندوتش ده، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الخل عشان طبعا الزفارة، مش هينفع نحط فانيليا او ممكن نحط فانيليا بس حاجة بسيطة جدا. وبعدين نضربهم لغاية لما تبقى ناعمة جدا او سائلة زي ما احنا شايفين، لان ده السائل اللي احنا هنعجن بيه العجين. بعد كده بنجيب نص كيلو دقيق بنحطه في العجان بتاعنا. ولو ما عندناش عجان طبعا بنعجن على ايدينا بطريقة سهلة وبسيطة. ان شاء الله في مرة هعجن معاكم على ايدي، الموضوع مش صعب خالص. بنحط على نص كيلو دقيق معلقة كبيرة خميرة، معلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة ممسوحة من الملح، نص معلقة صغيرة محسن خبز ولو ما فيش بنستغنى عنه. احنا كده كده حطينا الخل في خليط في الخليط السائل اللي احنا هنعجن بيه. وننزل الخليط السائل اللي احنا عملناه ده على العجينة، ونبتدي نعجن زي ما احنا شايفين كده. طبعا هنا هنحتاج مية، هنحتاج كوباية الا ربع مية، بس هننزل بيهم بالتدريج لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني. هنفضل ننزل بالكوباية الا ربع من المية بالتدريج لغاية لما العجينة بتاعتنا تلم زي ما احنا شايفين كده. عايزينها طبعا عجينة ناعمة وملساء، وتكون يبقى فيها تلزيقة خفيفة جدا جدا. في الاخر بنحط ربع كوباية من الزيت، المقادير طبعا هسيبها لكم مكتوبة في الوصف. بنحط ربع كوباية الزيت في الاخر عشان هي اللي بتنعم العجينة وبتخلي العجينة كده مطاطية وملساء ومش بتلزق في ايدينا. بنسيب العجينة تتعجن زي ما احنا شايفين كده وتتخدم كويس كده. العجينة اتعجنت معانا زي ما احنا شايفين. بعد كده بنلم العجينة بايدينا ونسيبها في حلة العجان او في اي بول عندنا لو عجناها بايدينا، ونغطيها ونسيبها تخمر. بعد كده بنغطيها وبنسيبها تخمر. بعد كده بنعمل الحشو اللي احنا هنحشي بيه السندوتشات دي اللي احنا هنعملها. عندنا فلفل رومي متقطع مكعبات صغيرة، وعندنا جبنة بيضة ناشفة، احنا هنا في اسكندرية بنقول عليها جبنة بيضة ناشفة، في اي مكان ممكن اسمها جبنة براميلي. بتبقى ملحها يعني الى حد ما كويس، مش ملحة قوي ولا عدبة. بنفرق بنهرس الخليط ده كده مع بعضه، الجبنة مع الفلفل بالسكين بالشوكة عفوا، بالشوكة لغاية لما يبقى مفروم كده. بعد كده بنجيب العجينة، هنا العجينة بتاعتنا خمرت. بعد ما بتكون خمرت العجينة بننزلها من العجان على الرخامة بتاعتنا او على مفرش سيليكون زي ما تحبي. هي ما بتلزقش خالص لانها اخده كمية المية المناسبة ليها، ما بتلزقش معانا خالص. بناخدها كده نعملها رول، بنقسمه على 2 ونقطعها لكويرات صغيرة، كل كورة مثلا حجم الليمونة الكبيرة كده شوية. عايزة انتي الرغيف كبير ممكن تعملي كورة كبيرة، بس انا بحب القطعة صغيرة بحيث لو يعني ابني اخدها وقطم منها ما يتبقاش منها حاجة، يا دوب الحتة تبقى على قد الفرد ولو احتاج بياخد منها تاني. بنعملها طبعا كويرات صغيرة زي ما احنا شايفين كده، كل كورة قد الليمونة الكبيرة شوية، وبنعمل كل الكمية بنفس الشكل كده. انا العجينة دي او نص كيلو دقيق عمل معايا حوالي 30 قطعة سندوتش
من المخبوزات اللي احنا بنعملها النهاردة. بس بجد يعني بينفعني جدا لما بعمله بحطه في الفريزر، بينفعني في اي وقت مزنوقة او مش فاضية او كده. هنا كنا عملنا كل كمية العجينة الى كويرات، وحطينا عليها كيس عشان ما تشققش او تنشف من الهواء، وكمان بتتخمر اثناء ما احنا شغالين كده. زي ما قلت لكم بتنفعني جدا في وقت ما اكون مثلا مش فاضيه ان انا اعمل فطار، بطلع على قد احتياجي انا وزوجي وابني، وبنعمل جنبهم شاي بلبن، وشكرا كده خلصنا الفطار بتاعنا. بناخد طبعا من الكويرات، بنعمل كل كمية العجينة الى كويرات زي ما احنا شايفينها كده، بنلمها زي البقجة، وبعدين بننعمها ببطن ايدينا زي ما انتوا شايفين كده معايا. طريقة سهلة وبسيطة، وان شاء الله تكون سهلة كمان عليكم. بعد كده بناخد من الكويرات اللي احنا عملناها في الاول خالص، اللي هي بدأت تختمر بالفعل، وناخدها نفردها بالمردنة او بايدينا او بنشابة زي ما انت عايزة. بنفردها كده كويس بحيث تبقى ايه مدورة كده شوية. وبعد كده بنحط بنحط جواها معلقة صغيرة من الحشو اللي احنا عملناه، حشو الجبنة. في النص كده بنحط معلقة صغيرة من الحشو وبعد كده بنقفلها كأننا ماسكين مثلا قطايفاية، بنقفلها زي تقفيلة القطايف بالظبط. بنقفلها كويس كده عشان ما تفتحش مننا في الفرن. وبعد كده بنعملها زي ما انتوا شايفين كده معايا، بنبطط عليها. بعد كده بنرصها في صاج فرن مدهون دهنة زيت بسيطة مش كتير. نعمل مرة كمان، بنفردها بايدينا او بالنشابة بحيث تبقى شكل مدورة، وسمكها طبعا بيبقى وسط، لا هي تخينة ولا هي رفيعة. ونحط معلقة صغيرة من الحشو في النص، وبعد كده بنقفلها كأننا بنقفل قطايف بالظبط. طريقة بسيطة وسهلة وسريعة، وإن شاء الله تجربوها وهتعجبكم بإذن الله. بنبطط عليها كده، وبعدين بنحطها في الصاج عشان تختمر مرة كمان عشان تثبت، عشان المعلومة تثبت في دماغنا. بنفردها كده، وبعدين بنحط جواها او في النص معلقة صغيرة من الحشو، معلقة صغيرة من الحشو كده، ونقفلها زي القطايف بالظبط. لازم نقفلها كويس قوي قوي عشان لما تدخل الفرن وتختمر ما تفتحش وتطلع الجبنة منها وتتحرق وتبقى ايه مش، وتعمل ريحة مش لطيفة في الفرن. كده بقى احنا عملنا كل الكمية هنا اهو. طلعت لي بالظبط نص كيلو دقيق، طلع لي 30 قطعة من مخبوزات البنجر زي ما احنا شايفين كده. بنغطيهم طبعا، بنغطيهم ونسيبهم يخمروا في مكان دافي. انا طبعا المطبخ عندي كان دافي ساعتها. بنغطيهم كده باي فوطة نظيفة ونسيبهم يخمروا. هنا طبعا بعد ما اختمروا عندي بخاخة دايما دي موجودة عندي للمعجنات، عاملاها وحطاها في التلاجة، مية وعليها سكر، حوالي كوباية مية وعليها معلقة كبيرة سكر، ومقلباهم كويس وحطاهم في بخاخة. كل ما بعمل معجنات او بيخلصوا بعمل غيرهم وبشيلهم. بخينا كده العجينة بتاعتنا او المخبوزات بتاعتنا، وبعدين رشينا عليها حبة البركة. لو مش بتحبي حبة البركة ممكن تحطي سمسم. بعد كده بندخلها الفرن على اعلى درجة حرارة، فرن مسخن مسبقا رف اوسط، وبندخل المخبوزات بتاعتنا فيه ونسيبها لغاية لما تستوي. اول ما بتاخد لون من تحت ونحسها كده نشفت كده، بنطفي من تحت ونشغل من فوق. لو احنا يعني تحت بيشتغل لوحده وفوق بيشتغل لوحده. لو عندنا الاتنين بيشتغلوا مع بعض نولعهم من الاول الاتنين، يعني نشغلهم من الاول الاتنين مع بعض، ونهدي الشواية شوية عشان ما يستويش من على الوش ومن تحت يبقى لسه ني. اول ما بتطلع من الفرن بنغطيها بفوطة نظيفة لغاية لما تطرى وترد من حرارة الفرن، وبتبقى زي ما انتوا شايفين كده
تحفة بجد، تحفة بجد يا بنات. يا رب تجربوها وتعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد. بحبكم في الله.